يونج. النهاردة بقى هنقول معلومة مهمة جدا. عندنا اللغة الكورية، في ناس بتسأل عن اللغة الكورية هي جاية منين أصلا. اللغة الكورية، اللغة الكورية جاية أو خارجة من اللغة الصينية. يعني ايه؟ يعني أنا اللغة الكورية جاية أو خارجة أصلا من اللغة الصينية، عشان كده بيبقوا شبه بعض في حاجات كتير. أو الكوريين ساعات مثلا لما بييجوا يتكلموا عن الأرقام ساعات بيقولوا الأرقام باللغة الصينية أو الأرقام الصينية. تاني، عندنا اللغة الكورية خارجة وجاية من اللغة الصينية. ليه؟ لأن هما الاتنين شبه بعض في حاجات كتير، أو الاتنين بيستخدموا مع بعض. ازاي؟ عندي مثلا لو أنا بعد من 1 لحد 100 أو لحد 99، هعدها بايه؟ هعدها بالكوري. طب لو هعد فوق 100، لا، هضطر ان انا اعد بالارقام الصينية. تاني، اللغة الكورية خارجة او جاية من اللغة من اللغة الصينية. عشان كده لو انا بتكلم عن الارقام كواحد كوري او عايش في كوريا، هتكلم عن الارقام او هعدها من 1 لحد 100 بالكوري عادي، انما لو فوق 100 هعدها بالارقام الصينية. طيب انا بقى لو بتكلم عن تاريخ الميلاد، او بقول رقم التليفون، او بتكلم عن الفلوس، او تاريخ الايام، او عدد الادوار والطوابق، او بتكلم عن الدقايق والثواني، هتلاقيني بقول الارقام الصينية مش الارقام الكورية. عشان كده بنقول اللغة الكورية خارجة وجاية من اللغة الصينية، وساعات بيرتبطوا ببعض في شوية حاجات كده زي الارقام. انا لو واحد كوري عايز اعد من 1 لحد 100، هعدها بالكوري، فوق 100 هعدها بالصيني. لو بتكلم عن رقم التليفون، او بتكلم عن الدقايق والثواني، هقولها باللغة الصينية او بالارقام الصينية. طيب لو انا بقى عايز استخدم الارقام الكورية هستخدمها في ايه؟ لو انا بتكلم عن عمر حد، او بتكلم عن عمري، انا عندي 21 او عندي 22، بقولها بالارقام الكورية. طيب لو انا مثلا عايزة اعد شيء قدامي، يعني مثلا 5 تفاحات، 6 تفاحات، 10 اقلام، 10 كشكول، كرسيين، 2 ترابيزة، عايزة اعد اي شيء هعده بالكوري بالارقام الكورية. او الشيء المهم عند الكوريين بقوله بالارقام الكورية، او بعده بالارقام الكورية. غير كده بقى هتستخدم الارقام الصينية زي تاريخ الميلاد، تاريخ الايام، رقم التليفون، الفلوس، الدقايق والثواني. لما حد بيسأل عن حد الساعة كام، بيقول مثلا الدقايق والثواني بالارقام الصينية. خلاص. طيب الارقام الصينية دي بتبدأ من ايه؟ بتبدأ من 0 عادي. طيب الصفر بقى في اللغة الصينية اسمه ايه؟ اسمه ميونج او كونج. ميونج او كونج. خلاص، يبقى تاني عندي اللغة الكورية خارجة او جاية من ايه؟ خارجة او جاية من اللغة الصينية. بستخدم الارقام الصينية في ايه بقى في كوريا؟ بستخدمها في تاريخ الميلاد، رقم التليفون، الفلوس، الدقايق والثواني، تاريخ الايام، عدد الادوار او الطوابق. تمام. انا بقى بستخدم الارقام الكورية امتى؟ بستخدمها لو انا بعد مثلا من 1 لحد 99 او 100، بستخدم الارقام الكورية. بعد شيء مهم او بعد عامة، هستخدم الارقام الكورية. بتكلم عن العمر، هستخدم الارقام الكورية. بتكلم عن شيء مهم عند الكوريين وعايز اعده، هعده بالارقام الكورية. غير كده بستخدم الارقام الصينية. خلاص، الارقام الصينية بتبدأ من ايه؟ بتبدأ من 0 عادي. الصفر ده اسمه ايه؟ اسمه ميونج او كونج. بس الاكتر استخداما يعني او الشائعة ميونج او كونج. بس الاكتر استخداما هي ايه؟ ميونج. يبقى تاني، الارقام الكورية بستخدمها في ايه؟ بستخدمها في العمر، بستخدمها في العد لو انا بعد شيء، او بستخدمها في الشيء المهم عند الكوريين وانا عايزة اعده بالارقام الكورية، فبعده بالارقام الكورية. غير كده بستخدم الارقام الصينية زي تاريخ الميلاد، الثواني، الدقايق، رقم التليفون، الفلوس. طب هي الارقام الصينية دي اللي هي ايه؟ اللي هي اي سام سا